بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم. اليوم باش نحضر مع بعضنا الملوخية بالطريقة التونسية، وثم شوية خصوصية المطبخ أم أيمن. تابعوني بالمرحلة بحول الله باش تعجبكم برشا برشا. باهي، في صحفة حطينا 750 جرام لحم علوش ملحناهم. حطينا مغرفة متاع قهوة ملح، مغرفة متاع قهوة كركم، مغرفة كيما العادة تابل كروية، ومغرفة صغيرة فلفل أحمر بودر، ومغرفة كبيرة طماطم معجونة كونسنتري. ماذا بينا مش معبية برشا من المغرفة الكبيرة، كمية متوسطة. باهي، نفوح زدناهم كيما العادة نص كاس زيتونة، حركوا اللحم تاعنا باش يتفوح بالباهي من الجوانب الكل. ماذا بينا نفوحوه بالباهي ونغطوه ونخلوه يرتاح لمدة ربع ساعة 4 دراج، الوقت المتاح معناها. باهي، في كسرونة كبيرة نحطو 2 كيسان زيت زيتونة ونحطوها على النار على الغاز معناها. باهي، قطعنا بس بصل جويد، حطيناه في الزيت يتقلى. ماذا بينا ما نقلوهش برشا برشا. في كسرونة أخرى حطينا الماء يتغلى، على خاطر الملوخية زلنا نضيفولها الماء المغلي. ماذا بينا نضيفوه بشوي بشوي. باهي، تويكا نضيفولها الملوخية البودر 200 جرام. حطيت 200 جرام 200 جرام يعطونا كمية ممتازة متاع ملوخية، معناها كمية باهية. 10 أشخاص 8 أشخاص هكا معناها. نحركوا الملوخية بالباهي، نقلوها في الزيت. ماذا بينا اللي تتحل في الزيت ما تبقاش مكعبرة. كيما تشوفوا معناها ما نبطلوش من التحريك. بعد ما قلينا الملوخية في الزيت نحط اللحم نتاعنا اللي فوحناه في وقت سابق، نحركوه مع الملوخية بالباهي. ماذا بينا الماء نحطو كمية بزايد على خاطر الملوخية تاخذ وقت كبير معناها باش تحضر، من 2.5 ل3 ساعات على نار هادية. ماذا بينا النار ماهيش قوية، معناها نار متوسطة. وماذا بينا نحركوها في كل ربع ساعة نتفردوها معناها، نغطوها ونجو نحركو ونشوفوا معناها. ماذا بينا ما تتحرقش من اللوطة. تويكا شوفوا بعد قرابة 3 ساعات حضرت الملوخية متاعتنا. ظهر الزيت معناها. وقت اللي يطلع الزيت متاع الملوخية راهي نضجت. شوفوا تويكا
نودكم ونشهيكم، معناها راهي ملوخية روعة بنينة، نكهة ما شاء الله، روعة روعة بصراحة.